الحق يا دكتور، اخويا وهو بيلعب كوره حس ان في حد شاطه من ورا ومش قادر يقف على رجله. الحقيقه لما بيجي لنا حاجه زي كده احنا بنشك كتير ان يكون حصل اصابه في وتر اكيلس. يبقى السؤال، هو وتر اكيلس دي اصلا يا دكتور؟ وتر اكيلس ده هو اتخن واقوى وتر في جسم الانسان. هو بيبقى موجود عباره عن التقاء عضلتين في ظهر الساق او في منطقه السمانه زي ما الناس بتقول، وبيمسك فيه الكعب. وتر اكيلس ده كتير قوي بيحصل له حاجه اسمها كلوز رابشر تندو اكيلس، او اصابه لوتر اكيلس من غير جرح، من غير ما يكون في اصابه دهسيه، من غير ما يكون في اصابه شيء حاد اثناء لعب كوره. ممكن لو واحد فرد رجله فجاه، بالذات لو مش مسخن كويس، بالذات لو بياخد بعض الادويه زي الكينيلونز، بعض المضادات الحيويه، بالذات لو اصلا عنده التهاب في وتر اكيلس او اللي بنسميه اكيلس تندينوباثي، او عنده اللي بنسميه هاجلاند ديزيز، ان يكون عنده زوايد عظميه حول وتر اكيلس. كل الناس دول عرضه ان وتر اكيلس يتقطع. ولما بيتقطع بشكل كامل، بالذات في الرياضيين، بالذات في الناس اللي سنهم صغير، نحتاج نعمل تدخل بصور عديده، اشهرها ان احنا نعمل اصلاح لوتر اكيلس. وفي طرق تانية ممكن اقول لكم عليها في فيديو جاي لو اصابه مهمله او اصابه مزمنه في وتر اكيلس.